السلام عليكم، نتمنى كامل تكونوا بخير. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. جبت لكم في فيديو اليوم روتين يوم الجمعة، اللي كان يعني طيبت فيه طبق تقليدي. كما نعرفوا يوم الجمعة دايما نديروا الأطباق التقليدية، ولا معظم العائلات الجزائرية يديروا طبق تقليدي تتلم فيه العائلة. يوم الجمعة نكونوا كامل قاعدين، يعني اللي خدام ما يخدمش بالجمعة، يعني اللي يقراو ما يقراوش نهار الجمعه، يبان نديروا طبق تقليدي نتلموا عليه، هكذا تلم عليه العائله. جبت لكم الرشته. كما نعرفوا هي يعني اكله تقليديه جزائريه ولا عاصميه، يعني معروفه بزاف في الجزائر، ولا خاصين بها الناس العاصمه. كما راكم تشوفوا معايا، يعني المقاديرها يعني بسيطه وما نقولش اقتصاديه يعني، ولكن تجود بالموجود. يعني كل واحد يدير واش متوفر عنده، يعني تقدري غير بكويس وانتي دايرتها يعني لوليداتك. ماشي مشروط يعني يكون عندك كميه كبيره تاع الدجاج. هي تجي يعني بالدجاج واللفت والحميصه، ناس العاصمه هكذا يديروها، ولكن حنا يعني كل واحد يدير واش يحب هو، كيما نقولوا ياكل واش يحب هو. هذه هي حبيبتي، وديري واش يتناولوا افراد الاسره تاعك. هنا يعني جيت في الكسرونه تاعي، ولا في الكوكوطه، ولا في اي حاجه اللي حطيبي فيها. ديري شويه تاع الزيت وشويه تاع السمن، نقليو هذوك لي مورسو تاعنا تاع الدجاج. لهنا يعني الكميه تكون على حسب واش متوفر عندك، ما نقيدوش يعني بالمقادير، قد ما يعني نطبقوا فقط يعني الوصفه، ونطبقوا لي تاستيس اللي يجيونا باش تجينا الماكله تاعنا بنينه. هذا مكان. والسر في الماكله البنينه ماشي هو الدجاج ولا اللحم، هو التقليه. يعني على قد ما قليتي الكسرونه تاعك على نار ناقصه، على قد ما راح تجيك بنينه، وعلى قد ما يعني راح تحصلي على هذيك البنه الرائعه للطبق تاعك. اي طبق يعني راكي طيبي فيه. هنايا درت البصل كذلك، حبه تاع بصل تكون متوسطه الحجم، رحيتها هكذا في الاشوار، ونضيفها لهنا. بعد ما تقلى هذاك اللحم تاعي نضيفها، ونخلي البصل تاعي كذلك يتقلى. ندير لي زيبيس اللي هما القرفه، يعني معروفه في الرشته تاعنا. يعني الرشته لازم نديروها القرفه، يعني هذه القرفه اساسها. ندير شويه تاع قرفه فقط، ما كثرش باش ما تكحليش المرقه تاعي. فلفل اسود، الملح والكركم والزنجبيل، يعني راهم اضافيين ولكن هما صحيين، انا ما وليتش كامل نستغنى عليهم. والكزبر المرحي شويه فقط. يعني هنايا كيما نقولوا يعني لي زيبيس ديري نتيا واش تحبي، واش مالفات طيبي. هذه هي حبيباتي. ومن بعد نمرق وندير الخضره تاعي. انا كنت لحت الجزر والحميصه مع الاول باش يطيبوا لي. كيما نعرفوا هما يبطاو في الطياب، ماشي كيما الكورجات واللفت يعني ثمثم يطيبوا. هذه هي حبيبتي. ونجي لهنا الرشته تاعي اللي كنت يعني شريتها من برا، صراحه ما خدمتهاش، يعني انا مالفه نخدمها، ولكن يعني اللي ضيق الوقت وكامل رانا مع ذلك كما تعرفوا راه مع الامتحانات وكامل رانا نحضروا معاهم. راه في فترة الفروض والامتحانات والتقاويم، كما نعرفوا ما راكم تشوفوا الدراسة يعني راهي بزاف صعيبة، سورتو يعني المرحلة الابتدائية راهي بزاف صعبة. نحاولوا دايما يعني وليداتنا نديروهم لاباز في الابتدائي، لانه اذا ما داوش لاباس تاعهم في الابتدائي، يعني الطفل تاعك ولا التلميذ ولا وليدك ما راحش يعني يكون المسار تاعو الدراسي جيد. هذه هي حبيبتي. نرجعوا يعني للوصفه تاعنا. هنايا كنت نفتح هذيك الرشته تاعي كامل بيان هكذا يعني، وندهنها بالزيت جيدا. نحاول يعني ندهنها كامل بالزيت مليح مليح، ومن بعد نبدا يعني نديرها تفور. هنايا نجيب الكسكاس تاعي دوك تشوفوا حبيبتي، نحط يعني بشويه الكميه الاولى كي تفورلي، نزيد الكميه الثانيه يعني نقسمها على زوج، حتى هكذا باش ثمثم يعني ما تبطاليش وتفور. ما نديرهاش يعني الكميه على ضربه. هذه هي حبيبتي. بعد ما تغلي لي يعني القدره تاعي ولا المرقه تاعي تبدا تغلي، راح نحط فوقها يعني الرشته. انا الرشته تاعي نفورها فوق المرقه هكذا باش تجي بنينه. هذه هي حبيبتي. هكذا هنا بعد ما غلى لي المرق تاعي راح نحط الرشته ونخليها تبدا تفور. ومع تبدا تفور شوفوا بدا يخرج هذاك الفار وكامل، راح نزيد الكميه الثانيه. هذه هي حبيبتي. قسمتها يعني على زوج مرات باش تمثم تفور لي وما تبطاليش. هذا يعني من اسرار كذلك الطبخ، يعني نمدوهم لبنياتنا هكذا، يعني باش يكونوا عندهم لي زاستيس. هذو هما الاساس في الطبخ. هنا بعد ما فارت لي الرشته تاعي كامل شوفوا غير تفور يعني تبدا تحبط، نجيبها لهنا نحيها من فوق النار، وندير الخضره تاعي المتبقيه اللي هي الكورجات واللفت، نزيد نرميهم في المرقه ونخليهم يطيبوا.
نجي لهنا للرشته تاعي. شوفوا حبيباتي، بعد ما فارت لي التفويره الاولى، انا مفورها زوج تفويرات يعني لا اكثر، وكاين اللي يفورها 3 خطرات يعني على حسب كل واحد يعني وكيفاش موالف يطيبها. انا هذه هي طريقتي، ويبقى كل واحد عنده طريقته الخاصه به. هنايا نجي نشمخها بالماء، انا نشمخها غير بالماء، كاين اللي يشمخها بالمرقه، انا نحب نشمخها بالماء هكذا باش كي تبقى لي يعني تبقى ما تخسرش معايا، لانه كي تشمخيها بالمرقه لازم يعني تنتكل كامل في هذاك النهار يعني ما تخبيهاش. انا نشمخها غير بالماء هكذا باش كي تبقى لي يعني كميه نخبيها عادي وما تفسدليش. هذه هي حبيبتي. هنا نجيو نرشوا فقط يعني وغير بالفرشيطه هكذا نحاولوا نشمخوا كامل الرشته تاعنا، ما نديرولهاش كميه كبيره تاع الماء حتى تعجل لنا، نديرو شويه شويه لانه رايحين نسقيوها من بعد بالمرقه، يعني لازم نخليو لها شويه هذيك باش تشرب لنا هذيك المرقه. اذا شمخناها بزاف ما راحش تشرب المرقه وما تجيناش كامل بنينه. هذه هي هنايا بعد ما شمختها كامل نخليها تنشف، وبعد ما نشفت لي يعني كذلك نبدا يعني ندير لها التفويره الثانيه. كذلك هنا نقسمها يعني شويه النص، نقسمها نفور النص الاول ومن بعد راح نفور النص الثاني. بعد ما يعني تبدا تخرج لي هذاك الفوار ولا تبدا تفور لي الكسكاسه تاعي ولا هذا الرشته تاعي تبدا تفور، راح نزيد الكميه الثانيه. شوفوا هنايا هكذا باش كيما قلت لكم يعني تفرنا ثمثم. هذو ديزاستوس فقط. هذه هي حبيبتي. هنايا نخليوها يعني نديروها ونخليوها كامل تفورنا، نخليوها تفورنا مليح. يعني هي التفويره الاولى هي اللي نخليوها تبطى بزاف، نديرو لها حوالي 20 دقيقه، والتفويره الثانيه واحد ربع ساعه يعني ولا 10 دقائق تفور معنا يعني ما تبطاش، لانه يعني راهي مشمخه وفارت التفويره الاولى. هنا بعد ما فارت لنا نحيها من فوق النار حبيبتي هنايا، ونجي باش نسمخها ولا ندهنها هكذا بشويه زبده ولا مارغرين يعني واش كان متوفر عندك وباش تحبي نتيا تدهنيها. هذه هي حبيباتي. هنا يعني ندهنها بكميه مليحه تاع الزبده باش هكذا يعني ما تلصقليش وتجيني يعني مليحه. هذه هي حبيباتي. هنا ندهنها مليح كما راكم تشوفوا غير يعني بالفرشات لانه سخونه بزاف ما نمسوهاش كامل بيدنا يعني هكذا ندهنوها كامل الرشته تاعنا. وهنا يعني تكون جاهزه. هنا فقط كي يطيب المرق تاعنا رايحين نسقيو وناكلو. هذا مكان يعني طبق سهل وبخفيف، يعني انا الرشته نحبها بزاف، من محبين الرشته. شوفوا هنايا بعد ما طابت لي المرق كنت نحيت الخضر، نحيت الدجاج تاعي كذلك، نحيت الحميصه، ونجي هنايا باش نديكوري الصحن تاعي. نحب يعني هكذا نزين الصحن تاعي سورتو يعني يوم الجمعه اللي هو يعتبر يعني يوم عيد بالنسبه للمسلمين. نديرو هكذا طاوله مليحه لوليداتنا، نشبحوا لهم الطاوله لانه يعني هما اولى يعني من الضيوف، لانه وليداتنا هما اللي يحتاجوا منا باش نشبحوا لهم الطاوله، باش نخلقوا جو يعني عائلي، نخليو لهم يعني ذكريات ودي سوفونير يبقاو يتفكرونا بهم. هذه هي حبيباتي. نحاولوا نديروا جمعه تاع العائله هكذا، نديروا اطباق تقليديه نتلموا عليهم، نديروا حلوى القهيوه العصر ونتلموا عليها. هذه هي نغتنموا الفرص فقط حبيباتي، لانه الدنيا هذه يعني فانيه ويبقاو الا الذكريات ويبقاو لي سوفونير يعني اللي خليناهم ولا الانطباعات الحسنه اللي خليناهم لوليداتنا. هذا مكان حبيباتي. هذه هي يعني الطبق تاعي درتها هكذا في هذه القصعه هكذا. اطباق تقليديه نحبوا نديروها يعني في طبق هكذا كبير. هنا فقط حبيت يعني نوريكم المريقه. شوفوا جات بزاف هايله وعاقده يعني وبنينه. شوفوا وصافيه يعني. دوك تشوفوا المريقه يعني نوريها لكم مليح بالمعرف. شوفوا تجي هايله. نتمنى يعني اللي ماشي مالفين يديروها ولا يجربوها، لانها يعني وصفه تستحق التجربه وبزاف بنينه. هنايا راح يعني نسقي معكم شويه، راح تشوفوا يعني القوام تاعها وتشوفوا المريقه تجي بزاف بنينه يعني طريقتها كيما كنتوا تشوفوا معايا، كيما الطعام كيما يعني المأكولات التقليديه تجي خفيفه يعني وهايله. هذه هي حبيبتي يعني حبيت فقط تشوفوا معايا الرشته تاعي جات بزاف بنينه، وتشوفوا القوام تاع المريقه هاوليكم جات بزاف بنينه. نتمنى يعني تجربوها وتحبوها كذلك يعني اللي ماشي مالفين يجربوا الوصفه
نتمنى يجربوها بهذه الطريقه، يعني اكيد راح تعجبهم، ومتاكده باللي يوليو يعني يطيبوها لوليداتهم. هذه يا حبيبتي جات بزاف بنينه، يعني امام الدجاج تاعي طاب يعني زبده وجا بزاف بنين. وهنا يعني بعد ما فطرنا وكامل لقهوه العصر كنت درت لوليداتي شويه تاع المادلين حبيبات يعني هكذا فقط باش يتقهووا بهم، وكذلك يعني نديرهم لهم في اللومجه تاعهم. نحاولوا دائما نفرحوا وليداتنا، نديروا لهم حاجات يحبوهم هكذا كيما هكذا دي مادلين بانكيك لي كريب، الحاجات اللي يحبوهم وليداتنا نحاولوا دائما نفرحوهم بهم. وصفه بسيطه وسهله واقتصاديه كذلك، يعني غير بحبيبه بيض تخرجي 12 حبه تاع لي مادلين. شوفوا حبيباتي تجيك بزاف بنينه، ودرتو مادلين يعني محشي. دوك تشوفوا معايا الطريقه. نجيبوا الحبه تاع البيض اللي تكون بدرجه حراره الغرفه، نديروا لها القرصه تاع الملح، نديروا لها كذلك لافاني يعني دائما اللي ما نستغناوش عليه. هاوليكم سواء يعني لافاني هذا اللي يكون يعني لاروم تاع لافاني ولا غبره، يعني ديري فقط باش تخلصي من رائحه البيض. نديروا السكر حوالي 3 ملاعق كبار تاع السكر. اذا كنت يعني رايحه ديروا له الشوكولا ولا راح ديري حاجه حلوه يعني من الفوق ولا التزيين تاعها، حاولي يعني تنقصي في السكر، لانه على قد ما نقصنا السكريات على قد ما حافظنا على الصحه تاعنا وتاع وليداتنا. هذه هي حبيباتي نعودهم يعني من الصغر. نجيو لهنا كذلك بعد ما يبيض لنا الخليط ويذوب لنا السكر، نزيدوا كذلك 3 مغارف كبار تاع الزيت، ونجيو هنا نغربلو الفرينه تاعنا اللي هي يعني حوالي 9 مغارف تاع الفرينه، وكيس ذات وزن 10 غرام تاع الخميره الكيميائيه نديروه كامل الكيس تاعنا. هذه هي حبيبتي، ونخلطوا يعني الفرينه تاعنا حتى تدخل لنا كامل في الخليط. ونضيفوا كذلك 3 مغارف كبار تاع الحليب للخليط تاعنا، نضيفوه يعني الحليب هو الاخير. وهنايا نخلطوا كامل المقادير تاعنا حتى يتجانسوا يولي لنا الخليط متجانس. تدخل لنا الفرينه تاعنا في الخليط كامل، يعني كي تخلطي بالباتور تخلطي حوالي يعني فقط دقيقه هكذا، ولا ما تخلطيش بزاف باش ما تعجنلكش الفرينه تاعك. هذا مكان حبيباتي. ونجيو لهنا يعني نفرغوه في كيس حلواني هكذا باش تجينا طريقه يعني سهله. نفرغوهم في ليمول تاع لي مادلين، خير ما يعني ما ديري بالملعقه وتبقى تسيح لك وكامل. حاولوا دائما يعني نديروا لي زاستيس اللي يكونوا ساهلين. كذلك تقدري ديري غير يعني بساشي تاع كونجيلاسيون هذوك ديري به هكذا باش تسهلي على روحك. ندير كميه يعني في القاعده يعني تاع لي مادلين تاعي. شوفوا ندير كميه تاع الخليط تاعي. القوام تاع الخليط يعني راكم شفتوه كيما تاع المسكوتشو ولا اخف منه شويه هكذا باش يجيو لي مادلين تاعنا بزاف خفاف وهشاش. هنايا باش نحشيوهم يعني جبت لكم استيس ولا فكره باش تحشيهم ودائما ينوقعوا فيها. يعني كي تحبي تحشيهم بالمعجون ولا الشوكولا تحبط لك للقاعده يعني تاع لي مادلين تاعك وتتحرق لك. يبا ديري هكذا رشه تاع فرينه تكون خفيفه فوق الخليط هذاك تاعنا تاع المادلين. نديروا نص الخليط، نص الكميه تاع الخليط تاعنا، ومن بعد نديروا رشه خفيفه تاع الفرينه ونديروا الحشو اللي رانا حابين، سواء شوكولاته معجونه ولا نديروا معجون ولا نديروا اي حاجه. انا كنت درت سوبر كريم هذه تاع لي فريز حبيت نحشي بها هكذا لي مادلين تاعنا. كيما نعرفوا الدراري يحبوا بزاف هذا الحاجات، كنت درت لهم هكذا محشي لانهم يحبوه بزاف محشي هكذا ما يحبطلكش للقاعده وما يتحرقش ويبقى يعني الحشو تاعك في الوسط. وهنايا نكملوا يعني نغطيو هذاك الحشو اللي كنا درناه بالخليط اللي بقى لنا، نغطيو كامل هذاك الحشو تاعنا. وهذه يعني الفكره ولا هذه لاستيوس ما راحش كامل يحبط لك هذاك الحشو اللي درتيه يعني في لي مادلين تاعك ولا في المسكوتش ولا في اي حاجه يعني ولا حلوه حبيتي تحشيها تكون هكذا سائله. ديري هاد لاستيوس ديري شويه تاع الفرينه ومن بعد احشيها ما راحش كامل تحبط لك هذاك الحشو اللي درتيه، يبقى يعني في الوسط. هذه هي حبيبتي. هنايا بعد ما كملتهم كامل دخلتهم للفرن يطيبوا على درجة حرارة 160 درجة مئوية مدة 20 دقيقة إلى 25 دقيقة، يعني يكونوا طايبين معنا. نحمرهم من الفوق كذلك، شوفوا ياخذوا هذيك التحميرة الشابة. بعد ما طابوا معايا هامليكم حبيباتي نجيو لهنا ندهنوهم بالمعجون. انا كنت دهنت السطح تاعهم بالمعجون، كيما تقدروا ديروا لهم الشوكولاته، كيما تقدروا ديروا لهم يعني اي حاجه كانت متوفره، لا جولي العسل كيما يكونش عندك يعني باش تدهنيهم.
ديري العسل لاجولي المعجون المشمش، ديري اي حاجه متوفره عندك في المنزل حبيبتي. يعني الجود من الموجود، نحاولوا فقط نفرحوا وليداتنا وندير لهم هكذا الفيرميسيل الملون. كما نعرفوا الدراري صغار يحبوا بزاف هاد لي كولار وكامل، نحاولوا هكذا يعني نديروا لهم هكذا باش ياكلوا. هذه هي حبيبتي، ونفرحوهم بحاجات بسيطه. هنايا ندير لهم كامل الفيرميسيل هكذا، حطيتهم لكم هنا. يعني تشوفوا دوك، تشوفوا القوام تاع لي مادلين تاعي جاب بزاف هايل وبنين يعني وخفيف ريشه. نضمن لكم يعني الخفه تاعو جات رائعه. كذلك الحشو يعني يبقى في الوسط. دوك تشوفوا معايا نفتحوا حبيبه، ما راحش يخبط لكم للقاعده ويتحرق معاكم. هذه لاستيوس تبعوها فقط وانا متاكده باللي راح تعجبكم. هذه هي حبيبتي، هاي لكم يعني لي مادلين تاوعي. شوفوا حبيبتي جاو بزاف هايلين. دوك نفتحوا حبيبه وتشوفوها الداخل، تشوفوا هذاك الحشو يعني المفاجاه تاعنا تبقى في الوسط. تشوفوا الحشو تاعنا يعني يبقى في الوسط، ما يهبطش للقاعده، ما يسيحش يعني معانا ولا ما يتحرقناش كي يسيح في القاعده. هذه هي. نتمنى الوصفات تاع نهار اليوم نالوا اعجابكم، ومع السلامه حبيباتي الى فيديو لاحق ان شاء الله.